في يوم 30 ابريل سنه 2024 في مصر بالتحديد وفي حي اسمه بلاء الدكرور تحت نفق اسمه نفق البدراوي لقوا حاجه ما كانش حد متوقعها. بص البنت صغيره كان ايدها ورجليها وراسها مقطوعين. الشرطه ساعتها جالها بلاغ علشان يعرفوا مين اللي عمل الجريمه البشعه دي، واول ما وصلت الشرطه لقوا منظر صعب حد يتخيله. الشرطه بدات تحقق في الموضوع عشان يلاقوا حل للجريمه دي، وبعدها يكتشفوا الصدمه الحقيقيه والحقيقه اللي ما كانش حد يتخيلها. يوم 30 ابريل سنه 2024 يوصل بلاغ لقسم بلاء الدكرور ان في جثه مرميه تحت نفق البدراوي. الجثه ملفوفه بالحاف من غير ايدين ولا رجلين ولا حتى راسها كانت موجوده، والغريب ان الجثه كلها كانت مشوهه. رجال المباحث ما كانوش عارفين يحددوا هي الجثه دي لولد ولا بنت، وبعد الفحص المبدئي للجثه اكتشفوا ان الجريمه دي حصلت من وقت قريب جدا، والشرطه ساعتها توقعت مبدئيا ان الجثه دي البنت بسبب ان كان في سلسله ذهب مربوطه في رقبتها. وبعدها بدات الشرطه تدور على حياه الجريمه دي وتسال الناس القريبه من المنطقه وحتى السواقين اللي كانوا هناك. ساعتها كان في سواق توك توك قال انه في راجل وست ركبوا معاه الساعه 11 بالليل، وان ساعتها فعلا وصلهم نفق البدراوي، ولما كانوا نازلين الطشت غرق التوك توك دم. سواق التوك توك سألهم هو ايه الدم ده؟ ردت عليه الست وقالت له ان دي لحمه بايظه جابها اخو جوزي واحنا رايحين نرجعها. السواق قال انا ساعتها مسحت الدم من على الكنبه وسبتهم يمشوا مع ان ما كنتش مصدقهم. رجال المباحث راحوا يتاكدوا من كلام السواق وراحوا يشوفوا كاميرات المراقبه اللي رصدت حركه الست والراجل، وبعدها يجي تقرير الطب الشرعي ان الجثه البنت عندها حوالي 16 سنه، وان هي تم تقطيع الرجلين والايدين وفصل الراس، وان تم تشويه الجثه عن طريق آلة حاده زي السكين. بس الغريب انهم ما لقيوش الرجلين ولا حتى الايدين في مسرح الجريمه. بعد التحريات وتفريغ الكاميرات بدأوا ساعتها رجال البحث الجنائي يحددوا هوية الست والراجل دول لحد ما أخيرا تم تحديد هوية الاتنين. الراجل كان اسمه وحيد رمضان وكان عنده 41 سنة وشغال كهربائي، والست اسمها حنيفة عندها 35 سنة ومتجوزة وحيد. وبالفعل ساعتها تم القبض عليهم، ولكن هم كانوا بينكروا تماما ان هم اللي عملوا الجريمة دي. بس رجال المباحث واجهوهم بالأدلة والكاميرات وحتى أقوال صاحب التوك توك، وبكده بقى ما كانش قدامهم حل غير ان هم يعترفوا. راحت الشرطة على بيت وحيد وحنيفة واكتشفوا ان في اثار دم في البيت، وساعتها اخدوا عينة من الدم دي واكتشفوا انها نفس الفصيلة للجثة اللي لقيوها. الحكاية وما فيها ان وحيد قبل ما يتجوز حنيفة كان متجوز من واحدة اسمها هند وخلف منها ساعتها بنت اسمها آية، وللأسف آية هي الجثة اللي لقيوها تحت نفق البدراوي. سنة 2011 وحيد طلق هند، وقتها ساب وقتها البنت اللي اسمها آية وهي صغيرة بعد الطلاق وساب لهم البيت وحتى ما كانش بيصرف عليهم. وبعد فترة هند اتجوزت وخدت بنتها وقعدت مع جوزها. بعد ما هي دخلت المدرسة كانت نفسيتها تعبانة جدا، وده بسبب ان كانت ساعتها بتشوف زمايلها اباتهم بيوصلوهم المدرسة وهي ما كانش عندها اب يوصلها، لحد ما هي بقى عندها 16 سنة ووحيد ما كانش يعرف عنها اي حاجة. وفي يوم قررت آية تطلع من سكوتها، وبعد ما رجعت من المدرسة رنت على ابوها وفضلت تعيط له وقالت له تعالى يا بابا خدني من عند ماما علشان انا نفسي احضنك واقعد معاك. وحيد ابوها راح لها تاني يوم واستأذن امها ان آية تقعد اسبوع عنده، ومن هنا تبدأ القصة بتاعت آية في بيت ابوها في بلاء الدكرور. راحت آية بيت ابوها وشافت مرات ابوها اللي اسمها حنيفة، واكتشفت آية ان لها اخوات من مرات ابوها وهي ما كانتش تعرف. وحيد ساعتها كان حاسس بالذنب وكان عايز يعوض بنته آية بسبب بعده عنها، وبدأ يشتري لها حاجات كتير وهدوم ويدي لها فلوس. حنيفة طبعا ما كانش عاجبها اللي بيعمله وحيد مع بنته وكانت غيرانة لأن ما كانش وحيد بيعمل كده مع أولادها، وحست إن آية خطر على أولادها وعلى حياتها. طبعا قلب حنيفة ساعتها اتملى بالغل وكانت بتفكر ازاي تخلص من آية عن طريق ابوها. فضلت كل يوم توسوس لجوزها وتقول له انا بسمع بنتك بتكلم واحد في التليفون، وقالت له كمان عشان تصدقني الواحد ده اسمه علي وبتتفق كل يوم انها تخرج معاه. وتاني يوم تقول له ان بنتك شتمتني وزعقت لي. بعدها وحيد قام ضرب بنته علشان سمع كلام مراته اللي هي اصلا بتكذب. وحنيفة وقتها عملت كل ده طبعا علشان تكره وحيد في بنته وتخليه يخلص منها. المرة الأخيرة اللي قبل الجريمة دخلت حنيفة لأوضة جوزها وقالت له بنتك هتجيب لنا العار، والشارع كله بيتكلم عليها وعلى علاقتها مع علي، رغم إن آية أصلا ما كانتش بتكلم حد غير أمها كل يوم، وكانت ساعتها بتحكي لها تفاصيل حياتها واللي بيحصل وإنها ما كانتش راضية عن الوضع. وفضلت حنيفة تقول له لازم نخلص من بنتك دي قبل ما تجيب لنا العار وإن الموت فيها حلال. دخل وحيد المطبخ وجاب سكينة وخش على بنته في أوضتها وبكل وحشية
ينحر رقبتها بالسكين ويقف وسطها لحد ما اتاكد انها ماتت. للاسف مش بس ده اللي عملوه، ده كمان جابوا سكينه وزراديه وفصلوا راسها عن جسمها، وكمان قطعوا رجليها وايديها وحطوهم ساعتها في اكياس سودا، ولفوا بقى الجثه باللحاف والسجاده وخدوها في الطشت. راحوا ركب التوك توك الساعه 11 بالليل يوصلهم على نفق البدراوي زي ما حكيت لكم في نص القصه، وده لانها منطقه هاديه وبعيده عنهم، وتخيلوا ساعتها ان محدش هيعرف يوصل لهم. ورجعوا علشان ياخدوا الايدين والرجلين من البيت وحتى الراس وراحوا يدفنوها في مكان تاني، ودفنوا ساعتها معاهم السكينه اللي عملوا بيها الجريمه. اعترفوا ساعتها المجرمين بجريمتهم، واحد ارشد رجال المباحث عن السلاح اللي عملوا به الجريمه والايدين والرجلين والراس. وطبعا الناس لما شافوا الجريمه دي هاجموا هند آية وقالوا لها انت سبت بنتك مع ابوها المجرم والمتوحش ده ازاي؟ بس هند ساعتها قالت في اقوال النيابه ان هي ربت بنتها على افضل حاجه وكانت بتحبها وعلمتها، وان اخر مره كلمتها قبل ما تنام يعني قبل الجريمه بساعه. قالت فضلت ارن عليها كتير ساعتها لكن هي مش بترد، وما جاش في بالي ان ابوها يخلص منها او ينفذ الجريمه البشعه دي. كانت آية بتحكي كل حاجه، وان مرات ابوها دي مش بتحبها وانها بتغير منها وبتحس ان هي بتفرق بينها وبين ولادها، وكمان بتغير منها علشان ابوها جاب لها لبس العيد وما جابش لولاده. النيابه العامه حالت وحيد وحنيفه الى محكمه جنايات الجيزه وعاقبت المتهمين بالاعدام شنقا. وبكده فضلت جريمه نفق البدراوي واحده من ابشع الجرائم اللي هزت مصر، وبالاخص بولاق الدكرور.